بين ألد المقيلات اللي كنوجد بهم السندويتشات فاش كتكون سخانه، كيكون الانسان عكزان للغدا او للعشاء دغيا دغيا كتوجد، والصراحه كتطلع بنينه بزاف. كتاخذوا حبه ديال البصله الحمراء اولا البيضاء اللي توفر، غادي تقطعوها، الحبه تكون كبيره كيف لاحظتوا، تقطعوها هكا مكعبات. كتوجدوا واحد المقله فوق النار، كديروا فيها تقريبا واحد 4 حتى 5 المعالق ديال الزيت النباتيه، ممكن ديروا زيت الزيتون بطبيعه الحال، كيبقى اختياري. خليوها تسخن مزيان، وكنزل فيها هذيك الحبه ديال البصله، وهنايا النار كتكون مهيله، انا دايره غير راس صغير ديال البوطه. غادي نحرك مزيان هذيك الزويته تدخل في البصله، ومره كنطلع عليها، ولكن ضروري ما نغطيو عليها في هذه المرحله. مازال ما درتش الملحه، خاص البصله ديالنا طيب وتاخذ واحد اللوين زوين. صافي غادي نمشي مباشره ناخذ 3 الحبات ديال المطيشه اللي غادي نحكهم في الحكاكه الغليظه. الا كان عندكم صوص واجده فديروها، اللي توفر لكم، يعني البنات اللي كيسولوني كانت ما عندكمش ديروا مطيشه كيف ما درت انا. صافي غادي نحكها في الحكاكه الغليظه، بطبيعه الحال نحيدوا ليها القشره، وكنرجعوا هذيك المقيله ديالنا. هنا مره كنت كنحرك، خاصها تاخذ هذا اللوين والدبال، ما تخليوهاش خضراء باش تجي المقيله ديالنا بنينه وزوينه، والسر كله في هذيك الطياب ديال البصله. صافي زدت هذيك المطيشه اللي حكيت، كنحرك مره اخرى، وغادي ندير الملحه والبزار فقط في هذه المرحله، وغادي نزيد الربيع اللي معاه الثومه، راه كنت خدمته معكم في الصفحه الثانيه. صافي غادي بالنسبه للناس فيسبوك، صافي غادي نخلط مزيان الثومه مع الربيع. الا ما كانش عندكم هكا قطعوا شويه ديال الربيع وحكوا الثومه، اما هاد الطريقه كتبقى بها زوينه. ديروا كميه ديال الثومه مع الربيع بوحدها، وكميه ديال الربيع بوحدو ثاني الا بغيتوا للحريره وداك الشيء. خليتها كتقلب، غادي ناخذ مقله واحده اخرى اللي نقلي فيها الفريت على جنب، غادي نزيد شويه ديال التحمير وشويه ديال الخرقوم هنا اللون فقط. صافي وغادي نحرك مره اخرى حتى كتجانس المكونات مع بعضياتها، وكنشوفهم بانهم تخليهم الطياب. غادي نزيد لهم هنايا 3 المعالق ديال الماء، اولا هذيك المغرفه ديال الخشب ديال الماء، باش كتجيها كما ناشفاش بزاف. صافي هنايا فاش طابت ليا الفريت حيدتها من الزيت مباشره، غادي ننزلها فوق من المقيله ديالي. خلطت 3 ديال الحبات ديال البيض، ما درت عليهم والو، لا ملحه لا بزار، لان غادي نزيد شويه ديال الجبن من الفوق، ف ما يحتاجش نزيد الملحه. الا كنتو غادي ما ديروش الجبن، ديروا شويه ديال الملحه في البيض. صافي درت شويه ديال الجبن ما كثرتش، وشويه ديال داك الربيع بوحدو ما فيهش الثومه. غطيت عليها على نار مهيله بزاف، غير الراس صغير، وشوفوا ليا غير الشكل ديالها كيفتح النفس. فهنايا كنكونوا وجدنا واحد الحشوه ديال ساندويتشات اللي غزاله بزاف. جبت غير الباغيت اولا الكومير بهذا الشكل هذا، درت له صوص الجيريان، ان شاء الله يا ربي نشاركها معكم ان شاء الله في شي فيديو الا لقيت طلب عليها كثير بطبيعه الحال. صافي وغادي نعمر الساندويتش ديالي، كنقدموه هكا مع عصير، الصراحه كيشبع وكتجي لذيذه. هاد المقيله ممكن تاكلوها هكا غير بالخبز، شي حاجه اللي فنه طوب ودغيا كتوجد.